السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يدخل المنتخب المغربي مواجهته الحاسمة ضد منتخب ليسوتو في الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك بهدف تحقيق فوز يضمن له الصدارة والتأهل المباشر للبطولة الإفريقية. يستعد المنتخب المغربي لهذه المباراة المرتقبة بمعنويات عالية، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدموه في الجولات السابقة من التصفيات، حيث أثبتوا تفوقهم على معظم منافسيهم في المجموعة، ما جعلهم أحد أبرز المرشحين للتأهل. ستكون هذه المباراة التي تجرى على ملعب المنتخب المغربي وأمام جماهيره فرصة لتأكيد قوة الفريق وتماسكه، خصوصا في ظل وجود كوكبة من اللاعبين المميزين الذين يلعبون في أندية أوروبية كبرى. وستكون هذه المواجهة اختبارا جديدا لمدرب المنتخب المغربي الذي يسعى لوضع بصمته مع الفريق وقيادته لتحقيق نتائج إيجابية، ليس فقط في التصفيات بل أيضا في البطولة الإفريقية القادمة. من المتوقع أن يعتمد المنتخب المغربي على أسلوب لعب هجومي منذ الدقائق الأولى لضمان السيطرة على مجريات المباراة، مع التركيز على تحصين الدفاع وتجنب المفاجآت التي قد تسببها الهجمات المرتدة من منتخب ليسوتو. كما ستكون الدقة في استغلال الفرص عاملا حاسما في تحقيق نتيجة إيجابية. يترقب الجماهير المغربية بشغف هذه المباراة، آملين أن يقدم فريقهم أداء يليق بتاريخ الكرة المغربية في المنافسات الإفريقية، ويؤكد قوة المنتخب على الساحة القارية. الفوز في هذه المواجهة لا يمثل فقط تأشيرة العبور إلى البطولة الإفريقية، بل هو أيضا فرصة لتعزيز الثقة وتحفيز اللاعبين للمضي قدما في مشوار المنافسة على الألقاب القارية. تظل هذه المباراة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للطرفين، حيث يسعى منتخب ليسوتو أيضا لإثبات قدراته وتقديم أداء مشرف أمام أحد أقوى منتخبات القارة. وفي النهاية، لا تنس تفعيل الجرس والاشتراك ليصلك كل جديد.